بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع تاني نكمل كلامنا. انا قلت لك ان انا هحط لك الدرسين مع بعض باكج كده عشان خاطر الدنيا تبقى متيسرة ان شاء الله في الدرس. طيب خش معايا بقى على الميديانز اوف تراينجل. طيب الميديانز اوف تراينجل ده حاجة جميلة جدا والله وسهل خالص. انا ازاي اقدر اتعامل معاه؟ انا هقول لك. سامحني اجيب القلم واجي اهو. بص يا باشمهندس والله الموضوع ما فيه ايه هو الميديان ده يا مستر. انا عندي تراينجل اهو طيب وجدع وابن ناس اهو A B C. طيب واحدة واحدة بقى. ايه هو الميديان؟ الميديان يا جماعة هو لاين خارج من الفيرتكس نازل على الخط اللي قصاده، اسمه نصين. اسمه ايه؟ نصين. في مشكلة لحد هنا؟ اوعى تفتكر انه عامل انجل 90. لا يا بيه مش عامل انجل 90. تمام تاني. يبقى ايه الميديان يا جماعة؟ بيقول لك انا مثلث اهو صح؟ مثلث مثلا لو قلنا لو حبينا نسمي اي مثلث بنسميه اي بي سي اكس واي زد ال ام ان ايا كان. المهم ان هو 3 حروف صح؟ طيب 3 حروف يعني عندي كام فيرتكس؟ 1 2 3 3 فيرتكس صح؟ 3 فيرتسيس. طيب انا عندي كل لاين يخرج من فيرتكس يخبط في اللاين اللي قصادها يقسمه نصين يبقى ده ميديان. الشرط الوحيد انه يبقى ميديان انه يقسم الخط اللي قصادي ايه؟ نصين زي ما عمل كده هنا. لما الدي اي دي نزل اهو يبقى الاي دي ده ميديان اهو عشان قسم ايه؟ اللاين نصين. از ميديان. طيب بالراحه بقى. على قد عدد الفيرتكس على قد عندي عدد الميديان. يعني ايه؟ عندي كام فيرتكس؟ 3 فعندي كام ميديان؟ 3. طب يا مستر ارسمهم لي. طيب يلا ادي واحد اهو وادي واحد اهو. طيب ادي اهو دول قد بعض وده قد ده وهنسمي ده اي وده اف. في حاجه صعبه لحد هنا؟ عندي كام ميديان؟ 3 ميديان اهو. اي لاين يخرج من الفيرتكس يخبط في اللاين اللي قصاده يبقى ده ايه؟ على طول ميديان. يقسمه نصين قصدي يبقى على طول ده ايه؟ ميديان. طيب واحده واحده بقى. بص يا مستر انا عندي دول كلهم اتجمعوا في نقطه واحده صح؟ هنسميها جي مثلا او ام. خليها ام. انا بحس ان الام ده اسم يعني حرف حلو كده شيك. تعالى كده اهو بس. ارجع تاني هنسميها ام اهو. بص يا باشمهندسين الام دي مالها؟ is called point of intersection of medians. يعني ساعات بيقولوا عليها كده point of intersection او البوينت اوف concurrence. point of intersection او point of ايه؟ concurrence. دي صح ودي صح. يعني ايه بقى؟ يعني دي النقطه اللي بيتجمع فيها 3 medians وهنا بتتقسم الريشيو بتاعتي في الميديان. ازاي يا مستر؟ تعال انا اقول لحضرتك. بص كده. يعني مثلا تعال نمسك كده هنرسم الترينجل ده تاني هنا. حلو كده. بس من غير الثلاثه، من غير الاثنين ميديان اللي هو بي اي والسي اف. انا هرسم الاي دي بس عشان نعرف نوضح عليه كل حاجه. اهي ادي الاي ادي البي هوبا اقل ايوه وادي السي. بص يا باشمهندس وادي الام اهي. الام كانت هنا كده يا عم والله العظيم انا اسف اهو. لا اله الا الله اهو يا عم. لا طب اهو. هو في ايه؟ ارجع تاني. سوري يا جماعه على اللي بيحصل ده. لسه بنستفيد يعني. انت عارف بقى يوه. انسى كل اللي حصل ده برضو اهو. دي هنسميها ام. ايه دي بقى؟ تمام. طيب بصوا يا باشمهندسين معلش انا اسف لازم تنزل تحت شويه عشان تبقى علميا تنزل صح يعني. اهو تعالى كده انزل معايا بعد اذنك كده في الخط ده اهو هوبا. وادي النقطه اهي الام. الحمد لله ربنا هداها. طيب بصوا يا باشمهندسين اوعى تفتكر ان الام دي بتقسم الميديان نصين. لا دي بتقسمه بريشيو. بتقسمه بايه؟ بريشيو. ازاي بتقسمه بريشيو يا باشمهندس؟ 2 to 1 from the vertex. يعني ايه 2 to 1 from the vertex؟ يعني الجزء من الفيرتكس ده لحد البوينت دي. حلو الكلام. ماله اهو اهو كده. تمام. واخد كام بارت؟ 2 بارت. ضعف الجزء من البوينت دي لحد الايه؟ السايد لحد الاخر. تاني يبقى انا عندي دي واخده كام بارت؟ 2 ودي واخده كام؟ بارت 1. عشان كده لازم تكون دي الكبيره ودي الصغيره. طيب مستر ما افرض المثلث جالي متشقلب انا هعرف منين؟ تعالى بقى اكلمك علميا. قال لك اللاين الميديان انا عندي اللاين لما يخرج من الفيرتكس لحد البوينت اوف كونكرنس هي دي اللي تاخد التو بارت. اهي خارجه من الفيرتكس اهي
لحد ايه البوينت اوف كونكرنس ايه واخده كام بارت 2 وهنا واخده كام 1. في مشكله لحد هنا؟ طيب عشان كده بيقول لك ان هي بتبقى الريشيو بتاعتها 2 to 1 from vertex. تمام؟ حلو الكلام. صعبه؟ سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب تعالى معايا يا باشمهندس بقى نبص مع بعض على المساله ازاي تقدر تجيلي وازاي اقدر اتعامل معاها في الحسابات. انا بقول لك السؤال ده عشان بتيجي كتير في التشوز بس مش اكتر. طيب بص يا باشمهندس، كل ده احنا قلناه، عايزين نبدا بقى ايه نبص على مساله عشان نبدا نتفاهم مع بعض. الله، بص كده يا باشمهندس، الراجل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي in the opposite figure قال لك ال G is the point of intersection of medians of triangle ABC. قال لك ال AG ب 8. تعالى كده هنرسم بالاحمر بقى، يلا بينا اهو. ايه ده؟ انسى اللي حصل، هات الاستيكه، تعالى نغير اللون من هنا. ماشي اهو، يلا بينا. قال لك الاي جي بكام؟ الاي جي ب 8. طيب وقال لك الجي اي ب 3.5 يا عم، ماشي اهو 3.5. وقال لك السي اف بكام؟ كل ده ب 7.5. كلام جميل. الراجل ده عايز ايه؟ الراجل ده عايز الاي دي ده كله بكام؟ يا عم عندنا الاثنين. وعايز مين تاني؟ عايز البي اي ده كله بكام؟ عندنا الاثنين. وعايز السي جي ده كله بكام؟ يا باشا واحده واحده بقى، تعالى كده ايه واحده واحده. انا همسح بقى ايه الخطوط الزياده، او اول طلب عنده الاي دي صح؟ يا عم ولا حاجه، امسح كل ده اهو. بص كده معايا تاني، ده ب 8 صح؟ وده 3.5 صح كده؟ وقلنا ان المين السي اف ده كله ب 7.5 اهو، ده كده كله ب 7.5. طيب بص يا باشمهندس، اول حاجه عشان خاطر اعرف اجيب المثلث انا مش عايز اعرف الطلبات ايه، انا هجيب كل اللي ناقص لوحدي. ازاي؟ يلا بينا. مش يا جماعه الاي دي ده ميديان؟ اصله قاسم السايد نصين صح؟ اه ميديان يا مستر. طيب واحده واحده، هو انا عندي الحته الكبيره وفاضل الحته الصغيره. الحته الصغيره ايه علاقتها بالكبيره؟ بتساوي نصها. بتساوي ايه؟ نصها. تاني انا عندي الميديان اهو، حلو الكلام اهو، الميديان اهو كله تمام. واحده واحده ماشي. عندي البوينت اللي هي بوينت اوف انترسكشن اللي هي دي كده، حلو الكلام. قلت لك من الفيرتكس لحد البوينت بتاعت الانترسكشن واخده 2 بارت، ودي بتاخد بارت واحد. يعني الصغننه دي بتساوي نص دي، يعني دي لو بقيت تجيب النص على طول بكام؟ ب 4. في مشكله؟ لا خالص مفيش اي مشكله. طيب تعالى معايا، انا معايا بص البي اي ب 3.5، سوري الجي اي. انا عايز اجيب البي جي، مش عارف اجيب البي جي؟ لا عادي. هو ده ايه علاقته بده يا جماعه؟ تعالى فكر معايا. هو ده الصغير باين على الرسمه، على فكره في كل الرسومات هتجيلك كده في الامتحان. ده الصغير صح؟ وعايز اجيب الكبير، يبقى هجيب الضعف اعمله تايمز 2. ماشي، يبقى 3.5 تايمز 2 يدينا كام؟ 7. الله. طيب تعالى معايا بقى في السي جي ماشي، او في الاف جي، كل ده ب 7.5 صح؟ طيب مين يا جماعه الكبير بحكم خبرتك؟ بص كده ده كله ب 7.5، احفظ كويس اهو، ده كده كله ب 7.5. ركز معايا بقى عشان ايه همسح كل اللي على راسنا عشان ايه ما تتوهش مني اهو. اتفقنا اهو. بص يا باشمهندس، ده كله ب 7.5 اللي هو الاف سي صح؟ يلا انا عايز اجيب السايد ده، هو ده الكبير ولا الصغير؟ مستر بصراحه انا مش عارف افرق. يا عم سيبك من الفيرتكس والبيز والكلام ده كله، ده الكبير ولا الصغير؟ مش الكبير يعني ده شايف الخط ده كده، ده الاكبر ولا ده اكبر؟ انت حدد لي. اكيد الاحمر ده يا مستر اكبر صح؟ طيب يبقى انا عشان اعرف اجيب الاكبر ده لازم اعمل له كده سي جي ايكوال 2 over 3 تايمز 7.5. ده ياخد البارتين، يبقى 2 over 3 تايمز 7.5. مستر دي ثابته يبقى تاني لو مديني الميديان كامل، مديني الميديان كامل حلو الكلام، وعايز اجيب السايدين بشوف مين الكبير واعمله 2 over 3 تايمز الرقم اللي عندي. في مشكله لحد هنا؟ طيب لو انا عايز الصغير هعمل ايه؟ هعمل 1 over 3 تايمز الرقم اللي عندي. في مشكله لحد هنا؟ امتى اعمل الكلام ده؟ لما يديني الميديان كله. طيب لكن يا مستر لو هو مديني جزء من الميديان، يعني انا عندي انا اهو قدامك انا الميديان اهو،
تمام اهو انا عامل كده بايدي الاثنين والله ماشي. انا هعتبر ان الجزء ده عندك القصير ماشي وده الطويل. لما يكون مديني القصير وعايز اجيب الطويل اعمل ايه؟ اعمل تايمز 2. طب لو مديني الطويل وعايز القصير اعمل ايه؟ ديفايد 2. فهمت الفكره؟ يبقى لما اشوف بعيني كده في المساله الصغير يبقى ديفايد 2، يطلب الصغير ديفايد 2، عايز الكبير تايمز 2، رايح دماغي. طيب يلا بينا نحسب دي تطلع كام على الاله؟ تطلع ب 5. اصبح ده ب 5 فده ايه؟ بنصه عشان ده الصغير وده الايه؟ الكبير لسه قايل لك عليها صح؟ فده ب 2.5 على طول من غير ما افكر. طيب انا كده جبت كل الطلبات. هو عايز الاي دي صح؟ احنا كنا قايلين ان ده ب 8 وده نصه بكام؟ ب 4. 8 بلس 4 كام؟ تقول له كده اي دي ايكوال 8 بلس 4 ايكوال كام؟ 12. اوبا ايكوال 12. البي اي بكام؟ تعالى كده نحسبه. البي اي ادي البي لحد الاي. طب ما واحده واحده. احنا كنا جايبين الجي اي كان ب 3.5 صح؟ وقلنا ده الضعف عشان ده الكبير. 3.5 تايمز 2 تدينا كام؟ 7. فاعمل لهم بلس يبقى 7 بلس 3.5 تطلع كام؟ 10.5. مسألة شديدة قوي. تمام؟ والسي جي فين السي جي؟ اهي السي جي كنا طالبينها وحلناها مع بعض طلع بكام؟ ب 5. الدرس تقيل مش هكدب. الدرس المنظر بتاعه تقيل لكن مع الحل الكتير الموضوع خلص. طب تعالى معايا. بص يا باشمهندس عندي بقى ثيرم بتقول ايه؟ او ثيوري بتقول ايه يا باشمهندس؟ انا عندي والله يا مستر لو في رايت انجل شياكه بالمنظر ده كده، حلو الكلام، والميديان ده خارج من الانجل ال 90، الميديان ده خارج من انجل 90، ادي A ادي B ادي C ادي D. قال لك لو دي خارجه من الانجل 90 يا جماعه يبقى البي دي هاف الهايبوتنس، يبقى البي دي ايكوال هاف الاي سي. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا ده كله ب 10 فده ب 5 وده ب 5 وده ب 5. طب مثلا ده ب 16 ده كله ب 16 يعني الاي سي كله ب 16، دي هتبقى 8 وده ب 8 وده ب 8. في مشكله لحد هنا؟ ما اعتقدش ان في مشكله، لا بتاع سهل قوي يعني. طيب تعالى معايا كده نحل مسألتين ايه في الشياكه منه. بص يا باشمهندس والله بيقول لك مثلا سؤال زي ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاي دي از ميديان. حلو، ده ميديان وخارج من الرايت انجل تريانجل صح؟ وعايز الاكس بكام؟ طيب يا عم عينينا الاثنين والله باشا، ده احنا عينينا. واحده واحده. قال لك ايه؟ الاي دي از ميديان. يلا بينا ده الميديان اهو. هو ايه العته ده اللي احنا فيه ده بقى؟ الشاشه النهارده يا جماعه ضدي خالص. يلا بينا اهو الاي دي اهو. طيب الاي دي ميديان وخارج من رايت انجل تريانجل. مستر قال لي يبقى بيقسم الهايبوتنس نصين، يعني المفروض الجزئيه دي قد الجزئيه دي صح؟ طيب انا عشان اقدر اجيب اللينث بتاع الاي دي لازم اعرف الاي سي بكام. طيب انا عندي معلومه جامده جدا، انا عندي مشكله لو حليتها مساله اتحلت ايه هي؟ ان انا اجيب الاكس بكام. طيب ما دول قد بعض، يلا بينا نعمل ايكويشن، نالف ايكويشن كده. يلا ادي 3x minus 8 equal 2x minus 3. مستر قال لي بجمع الاكسات مع بعض واجمع الارقام مع بعض. يلا دي بوزيتيف تروح ايه؟ نيجاتيف، ونيجاتيف تروح ايه؟ بوزيتيف. يبقى 3x minus 2x equal نيجاتيف 3، ودي راحت بالبوزيتيف فبقت بلس 8. طيب 3 minus 2 x، نيجاتيف 3 بلس 8 على الاقل تديك كام؟ 5. كده الاكس ب 5 صح؟ اوعى تقول لي ان السايد ده كله ب 5 كده انت عيان عايز تكشف. لا انت الاول هتعمل ايه؟ هتعوض. تعال نعوض بقى. شيل الاكس وحط مكانها كام؟ تعال نجيب الحته دي يا عم، اصل لو جبت الحته دي خلاص المساله كلها اتحلت. 2x minus 3، يلا شيل الاكس وحط مكانها كام؟ 5. يبقى 2.5 minus 3 تطلع كام على الاقل؟ تطلع معاك ب 7. فده ب 7 وده ب 7، فطبيعي ان الاي دي برضه بكام؟ ب 7. يبقى الاي دي equal 7 سنتيمتر. طيب الله يسترك يا مستر والله. تعالى نحل مساله بقى. بص بقى السؤال ده شامل كل حاجه، في البايثاغورس وفي الميديان، فعامل ميكس رايق يعني. تعالى معايا كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو الجي بوينت اوف انترسكشن اوف مش عارف ايه، يعني بيقول لك الجي دي النقطه دي يعني هي الانترسكشن بتاعت الميديانز. يا عم على عيني وعلى راسي والله مفيش مشكله. قال لك ايه؟ قال لك عايز لينث الاي جي اهو. طيب
مستر والله انت خدتني على جنب كده ساعتها لما شفت المساله دي، قلت له يا مستر ده عايز الاي جي، ده انا في نصيبه. طيب يا عم سهله، مش ده ميديان وخارج من الرايت انجل تريانجل؟ هتقول لي اه. طيب وانا عندي عارف او عندي معلومه ان الاي دي او الميديان عامه بيساوي هاف الايه؟ هاف الهايبوتنس. اه طيب يبقى انا هجيب الايه؟ اجيب الهايبوتنس الاول، وبعد كده هجيب نص الهايبوتنس يبقى معايا الاي دي، وبعد كده اجيب الاي جي. دي سهله مفيش مشكله. اهم حاجه اوصل يعني بدايه الحل منين؟ من الهايبوتنس. ما انت خليك ناصح، انت قبل ما تحل لازم تشوف المساله كده من بره الاول قبل ما تبدا تعك، فاهمني؟ فاول حاجه اجيب السايد لينث الناقص. انت بحكم خبرتك البي سي ده هايبوتنس ولا سايد عادي؟ بصراحه انا شايف ان هو هايبوتنس عشان باصص في وش ال 90 زي ما قلنا في الفيديو بتاع البايثاغورس. طيب يلا بينا، يبقى البي سي هتساوي روت، يلا هعمل دول باور 2 ايه؟ بلس بعض، يبقى 24 باور 2 بلس 18 باور 2 تطلع كام على الآلة؟ والله لا احسبها، انا مش قادر افكر بصراحة. اين انت؟ تعال. خلاص طلعت ب 30، مفيش مشكلة. افتكرت في مشكلة حد هنا؟ يبقى ده كله بكام؟ ب 30. ايه ده يا مستر؟ يا لهوي الله، يعني دي ب 30 فكل واحد تاخد كام؟ 15 عشان قد بعض. ومستر قال لي الميديان ده كله برضه بكام؟ ب 15. يبقى انا اقول له كده الاي دي ايكوال 15. طيب انا عايز اجيب الاي جي، هسال نفس السؤال يا جماعه، يا اي جي نعم انت الجزء الكبير ولا الصغير؟ هو الجزء الكبير. لو انت بقى حافظ مش فاهم فهو الجزء الكبير. علميا يا مستر انت مش محتاج تقول لي كده، انت ما شاء الله عليك قلت لي قبل كده يا مستر ان الميديان لما بيبقى خارج من الفيرتكس بياخد هو البارت الاكبر، بياخد 2 بارت. فبالتالي لما اجي احسبها هعمل 15 تايمز 2 اوفر 3 يا مستر. الله عليك يا ابني، يسلم دماغك والله. ايه يالا ده انت تحفه. في مشكله لحد هنا؟ يا رب ما يبقى في مشاكل، ويا رب ما يبقاش في مشاكل اصلا، ويعدي اللي جاي ده على خير. طيب اعتقد ان احنا يعني عملنا اللي علينا قوي في الجزئيه دي، فاضل بس ان احنا نحل. انا شايف كده نقعد نحل. طب يا مستر ايه بقى نحل ازاي؟ تعالى معايا بقى انقل هنا اهو، يلا بينا. بص يا باشمهندس، نبدا مع بعض في الميديانز اوف تريانجل دي شويه حاجات كده ايه. تعالى كده نحل دول مع بعض ونبدا نقلب بقى، يلا بينا. بص يا باشمهندس ازاي نقدر نحل المساله مع بعض بقى؟ تعالى معايا بص كده. الراجل ده عايز الاكس ام بكام على طول؟ طب تعالى معايا، فين الاكس ام؟ اهو، واحده واحده، يلا بالحب اتجمعنا. هو مديني الصغير ب 4 يبقى الكبير بكام؟ الضعف على طول فتبقى ب 8. تمام. عايز الواي دي بكام؟ اللي هو ده. طب ده كله ب 10 يا جماعه، فكل واحد تاخد كام؟ 5. الله، طول ما السايد بره يا جماعه بياخد نص. تمام. يلا بينا اللي بعده. الراجل ده عايز الام ايه؟ الام ايه يا جماعه؟ يلا ده الصغير ولا الكبير بالنسبه للي قصاده؟ الكبير، فعامل 3 تايمز 2 كام؟ 6. يلا اللي بعده الام دي اهو. طب الام دي ده ايه علاقته بالسايد التاني؟ بصراحه هو ده الصغير وده الكبير صح؟ طيب يا مستر قال لي الصغير يبقى بعمل ايه؟ تايمز هاف، الكبير بعمل تايمز 2. طيب يبقى 8 تايمز 2 كام؟ سوري 8 تايمز هاف كام؟ 4. كلام جميل. يلا بيقول لك ايه بقى؟ الام اي نقط كام جزء من الاي اي؟ مش ده الكبير يا جماعه؟ يبقى 2 اوفر 3 صح كده؟ طيب والام سي جزء برضه 2 اوفر 3. شكرا. خش على اللي بعده. بيقول لك ايه؟ السؤال ده بقى ممتع. السؤال ده انت هتشوفه في امتحان اخر السنه، انا بقول لك اهو. يعني الشكل ده انت هتشوفه في امتحان اخر السنه، انا بوعدك من دلوقتي ايا كان ادارتك ايه محافظتك ايه، ده جاي لك. طيب بص كده، البي سي ايكوال 12 اهو يا عم، والبي اي ب 9. كل ده بكام؟ ب 9. ماشي يا عم. والام سي ده ب 8 يا عم ماشي. الدي اي بكام؟ يلا بينا. انا عشان اجيب الدي اي يا جماعه بالمناسبه الدي اي بيبقى هاف السايد اللي قصاده. بالمناسبه لما يكون عندي ميد بوينت وميد بوينت يبقى كل سايد ايكوال هاف اللي قصاده، وبارل بارل وايكوال ايه؟ هاف. يعني ده كده ده 12 فده كام؟ نص. سوري النص كام؟ يبقى 6. طيب تعالى معايا، عايز ايه بقى؟ ده كده بكام؟ 6. الام اي، الراجل عايز الام اي بكام؟ طيب هو ده الصغير ولا الكبير يا جماعه بالنسبه للسايد ده كله؟ الصغير بصراحه يا مستر. طب الصغير يبقى ياخد بارت ولا 2؟ ياخد بارت واحد، يبقى 1 اوفر 3 تايمز 9 تطلع كام؟ تطلع 3. كلام جميل جدا يا مستر، الله يسترها عليك.
تعالى معايا بقى، والله العظيم ما باهزر، المسألة دي 99.9 تيجي لك زيها في الامتحان، إن لم تكن هي، ولو ما جاتش هي هيجيب لك نفس الفكرة، ولو ما جابش نفس الفكرة هيجيب لك بشكل مختلف، ولو ما جابش بشكل مختلف هيجيبها بأرقام مختلفة. شوف الخطورة، ده لازم يابا هيجي، دي حاجة كده إيه يعني زي الأدوية. طيب بص يا معلم، الراجل ده عايز ايه؟ عايز البريمتر بتاع تريانجل ام دي اي، وركز معايا والنبي عشان ده ايه اللي هقوله هنا ما قلتوش في الشرح، فركز معايا. الام دي اي يا باشمهندس عشان اجيب البريمتر بتاعه او اجيب بريمتر بتاع اي شكل في الدنيا بعمل ايه؟ انا بجمع كل السايدز بلس بعض. مش عارف كده؟ بصراحه انا عارف كده. طب تعالى معايا. ام دي اي انا هرسمه بعد اذنك اهو كده، ادي ام، ايه ده، خد تعالى ايوه، وادي دي اي، وادي اي، هو ده. لو جبت الام دي يا جماعه بكام، وجبت الام اي بكام، وجبت الدي اي بكام، مشاكل اتحلت. اقسم لك بالله اكتر حاجه بتتحل بالحب هو الدرس ده. تعالى معايا ازاي، واحده واحده. انا بقى شواف شويه، ازاي؟ انا هبص على كل سايد، يعني شايف كده الاي دي ده ميديان صح؟ بص شايف كل ده كده ب 6. طيب كل ده يا جماعه ب 6. هو عشان اجيب الام دي، الام دي ده الصغير ولا الكبير؟ بصراحه الام دي ده الصغير، خلاص يبقى انا هعمل 1 اوفر 3. يبقى الام دي اول سايد اهو خلصت منه، 1 اوفر 3 تايمز 9 تطلع كام؟ تطلع 3. يبقى ده كده ب 3. تسمح لي اجيب الاستيكه امسح الايه؟ اللاينايه دي كده، ايوه امسح. طيب دي كده بكام؟ ب 3. ماشي اهي، يلا بينا. ده كده ب 3 اهو. نرجع تاني لموضوعنا. تاني حاجه عندي ايه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي الاي دي، احنا قلنا الاي دي ب 6 صح؟ وقال لك الاي بي، ماشي؟ الاي بي والبي اي ب 9. طب تعالى معايا، الاي بي ب 9 يا جماعه، ماشي؟ هو الاي دي مين قصاده؟ مش الاي بي؟ بص كده، مش ده في نفس، لو جبت مسطره كده والله العظيم وصدقني، معلش اسمح لي، انا اعتبر الريموت ده مسطره، ماشي؟ لو جبت مسطره كده على الاي دي اللي انا عايز اجيبه، مين في اتجاهه بالظبط وزيه كده شبهه؟ مش الاي بي؟ هجيب نصه على طول، مش هفكر يا مستر، خلاص كده والله بجد هجيب نصه على طول. طيب يبقى نص ال9 كام؟ 4.5. يبقى انا اقول له كده الاي الدي اي ايكوال هاف تايمز 9 تدينا 4.5. طيب كده خلصنا من تاني سايد، اللي اجيبه وامسحه واكتبه، اكتب بياناته اشرق اهو. يلا اهو مسحنا السايد ده عشان خلصته خلاص، وهكتبه اهو. ده بكام؟ ب 4.5. شكرا. طيب تعالى معايا الام اي. طب هو الراجل بيقول لك ايه؟ انا عندي البي اي ب 9. يا عم عندنا الاثنين والله. البي اي ده كله انا هرسمه كله بقى، بص اهو، بس هرسمه اعلى شويه ب 9. طب اسال نفس السؤال، هو ده الجزء الصغير من الميديان ولا الكبير؟ بصراحه يا مستر انا شايف ان هو الصغير. طيب الصغير ده عشان اجيبه هعمل ايه؟ هعمل 1 اوفر 3. ادي الام اي ايكوال، هعمل 1 اوفر 3 ولا 2 اوفر 3؟ 1 اوفر 3، برافو عليك، مش 2 اوفر 3. يبقى 1 اوفر 3 تايمز 9 تطلع كام؟ تطلع 3. تمام؟ انا اسف ثانيه واحده، هو قال لك ده ب 9 صح؟ 1 اوفر 3 تمام، احنا ماشيين صح. هي دي اللي غلطه عندي، تمام تطلع 3. بص كده يا باشمهندس، معلش انا عندي غلطه، وكلام لا يسهو كلنا بنغلط في الدنيا. بص يا باشمهندس، هو قال لك الاي دي ده كله ب 6، يبقى 1 اوفر 3 تايمز 6 اهي. معلش حقك عليا انا، كلنا بنغلط. طيب خلاص انا كده جبت 3 سايدز ولا لا؟ ده اهو، ده ب 2، معلش نعدل عليه بقى، وده ب 3. يلا اجمعهم. يبقى انا عشان اجيب البريمتر هتساوي ايه؟ 2 بلس 3 بلس 4.5 تطلع كام يا برنس؟ تطلع 9.5. بحبك والله العظيم. اقلب برضه، بص الفرق بين دي ودي ايه؟ هتقول لي يا مستر انا حاسس شفت الشكل ده دلوقتي من شويه. ما هو يا ابني كلها نفس الافكار، بس بيجيب لك المثلث بقى ايه؟ ملفوف، فاهم؟ يقعد يلعب معاك شويه، او يغير حروف او يغير ارقام كده يعني. يلا يا باشا احنا ورانا ايه؟ ده عايز البريمتر بتاع البي ام سي يا جماله. طيب ادي البي ام سي، بالراحه فين؟ اول حاجه انا همشي ايدي على البي ام سي كده بالايه؟ بالاحمر اهو. يلا يا باشا بي ام، اثبت هنا، ايوه شكرا، وتعالى هنا، وتعالى هنا. لو انت ما بتعملش كده وانت بتحل هتتلخبط، حتى لو ايه؟ لو ابو تريكه غصب عنك هتتلخبط. طيب يلا بينا كده، انا محتاج اجيب 3 سايدات، البي ام والام سي والبي سي. طيب يلا بينا،
والله من غير ما اقرا، احنا خلاص بدأنا نفهم اهو. ده 4 نفس المسطره اللي هي الريموت يعني اهو. يلا بينا اهو. ده 4 صح كده؟ مين في نفس اتجاهه؟ اهو. يبقى ده الكبير اكيد، فده الضعف، يبقى ده 8. نفس الكلام، ده ب 3 فده بكام؟ ب 6. الله. طيب انا مديني معلومه ثالثه، ايه هي؟ بيقول لك البي اي ده كله الونه بلون تاني بعد اذنك معلش. البي اي اهو انا هلونه لك. قال لك بكام؟ ب 6. يا عم عندنا الاثنين. انا عايز اجيب الجزء ده صح، اللي هو متلون بازرق في احمر. هو ده الكبير ولا الصغير بالنسبه للبي اي كله؟ بصراحه يا مستر ده الكبير. طيب الكبير بعمل له 1 اوفر 3 ولا 2 اوفر 3؟ 2 اوفر 3. شكرا. يبقى انا عشان اجيب البي ام اقول له كده بي ام، ربنا يرزقنا بيها يا رب كده تكون عربيه بي ام بقى مش صيدات بس يعني. يبقى 2 اوفر 3 تايم 6، وده بجد مش اف والله، حلم حياتي. 4 سنتيمتر. كلام جميل. طيب وقلنا بقى الباقيين ايه؟ السي ام ب 6. خلاص تمام يا عم. وده بكام؟ ب 8 يا عم ماشي. يلا اعمل لهم بلس بقى، يبقى 4 بلس 6 بلس 8 تطلع كام؟ 18. ومتشكرين يا جماعه شكرا. مش كل مساله كده افضل افكرك اني بحبك، لا انت عارف من بدري يعني، تقرفناش معاك بقى. طيب تعال نحل تاني، والله العظيم ما هسيبك، ده انت صاحبي. بصوا يا جماعه، مسائل البروف تقيله. انا صريح، المساله دي على فكره كانت موجوده في كتاب بتاع السنه اللي فاتت في المعاصر بتاع تانية دي لما كان عليهم الميديانس على فكره. انا صريح جدا مش هخبي عليك. وكانت مشهوره جدا وكانت كتاب وزاره. تمام. وهتلاقي عندي في كتاب التقييمات، فركز معايا فيها يعني نستفيد بيها مع بعض. على فكره هحلها كانها في الزوره ما تخافش. سامحني المساله مبكسلها شويه. طيب احنا برضو هنعيد عليها كده سريعا. احنا عارفين ان ده ايه؟ ده حرف الايه، اتفقنا اهو. هو في ايه؟ انت كويس؟ اهو يا عم والله هو ده. ادي ايه، ادي اي، ادي دي، وده اف، وده سي عشان بس ما نشاور مع بعض على الحروف، وده بي، وده اتش. طيب الراجل ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك اثبت لي ان البي اتش ايكوال الاي اف. يا عم عندنا الاثنين اهو. وبص مش مديني اي ارقام. طيب بس انا شايف حاجتين عيني متعود عليهم، ايه هما؟ بص كده، عندي مثلث اهو بالمنظر ده. اول واحد اللي هو اي بي سي. لا تعال نغير اللون. A B C ده متعود عليه اهو صح. وعندي مثلث تاني A D C. مستر قايل لي من شويه بص انا اخفي ده اهو كان ده مش موجود قشطه. يعني انا هشتغل على ايه؟ على واحد بس A D C. والله المستر قايل لي ان ده هاف ده صح. ما انا متعود مش كده. لسه كنت جايب لك الريموت من شويه لما جبت لك الريموت وقلت لك يا مستر ايه لو انا قارنت الاي اف نص ده صح. كلامك منطقي جدا بصراحه مش هكدب عليك. انا لسه قايلها كده من شويه. طيب وتعالى معايا بقى. انا كده طلعت حاجه من هنا صح. هقول له كده بقى واحده واحده. ان تريانجل، خلي بالك اللي بتلاحظه اكتبه خلاص. ان تريانجل اي سي دي، خلي بالك مش دي الكتابه الصحيحه النهائيه يعني، بس انا بزق معاك الدنيا لحد اما نبقى في الفورمه. وعلى اخر الترم كده في اخر الدرس في الجيومتري هعلمك بقى ازاي تفرم اي مسائل بروف. طيب وعلى فكره انا حطيتها معاك وبحلها معاك لاجل ان هي مساله مهمه ومميزه. بس هل انت بقى طول الحياه عندك بروف؟ مستحيل. الكونجرنس هو اللي عندك في البروف هو، وممكن يجيب لك مساله هنا ميديان عليها بروف، بس انا برجح اللي هي بتاعت البريمتر اللي بتيجي دايما. بس انا قلت اقولها لك كده وخلاص. يلا انترانجل اي سي دي هقول له كده الاي اف ايكوال هاف مين؟ الاي سي. شكرا يا عم. وامشي سميها 1 وامشي. دي اول كيس انا طلعتها من اول تريانجل يعني فعشان كده سميتها 1. فانا طيب خلاص احنا خلصنا من المثلث ده. ارمي خش على اللي بعده اللي هو المثلث الثاني اي بي سي. والله يا مستر نلاحظ حاجه. هو البي اتش ايه علاقته بالاي سي؟ هو البي اتش ده ميديان وخارج من الرايت انجل، يبقى هاف مين؟ هاف الهايبوتنس. الله. فانا هاجي اقول له كده انا لاحظت بصراحه حاجه يا مستر، ايه هي؟ ان تريانجل اي بي سي البي اتش ايكوال هاف الهايبوتنس اللي هو مين برضو؟ اي سي. طيب تعالى معايا بقى نرجع لموضوعنا بقى. ده مثلا لو ب10 يا جماعه يبقى ده بكام؟ ب5. طب بص كده الترنجل ده لو ب10 يبقى ده برضو بكام؟ ب5. ايه ده يا مستر؟ الاي اف طلع قد البي اتش صح ولا غلط؟ صح.
يبقى خلاص هتسمي دي 2 كده وتقول له from 1 و2 الاي اف ايكوال البي اتش. مساله جديده مساله جديده عليك والله، اسمع مني معلش، بس انت لازم تتمرن على كل الافكار. طيب تعالى معايا في اللي بعده. السؤال ده برضو ده تاني حاجه في البروف، دول اكتر مسألتين بروف على فكره مشهورين. يا اما يبقى انا الدرس ده انا كده مقتنع بيه عباره عن جزئين بتاع الميديان، يا اما يطلب مني بريمتر اللي هو بقى ايه الحته الكبيره للصغيره اللي هو النص والكلام ده كله والضعف. طيب دي كده اول حاجه، يقول لي فايند بريمتر، يا اما اثبت لي مثلا سايد في مثلث هنا قد سايد في مثلث التاني. تمام، ده الدرس عباره عن حاجتين بس، والحاجه الثالثه اهي في البروف. اتفقنا؟ طيب هل هيجي حاجه اكتر من كده؟ لا شكرا، مفيش اكتر من كده. طيب يقول لك ايه، اثبت لي بريمتر اوف ترينجل اي اف دي ايكوال هاف الاي بي سي. طب ما واحده واحده يا معلم، فين الاي اف دي اهو، انا هرسمه بلون اهو. بيقول لك اثبت لي ان البريمتر ده ايكوال نص مين؟ البريمتر ده. والله هو حقك طبعا تقول كده. طيب بالراحه نيجي نفكر مع بعض. مستر انا لما كنت بلاقي المساله دي واجي احلها كنت بقول ايه؟ بقول ان الاي اف نص البي سي صح؟ اه. والاي دي بص كده نص مين؟ الاي سي صح. والدي اف نص مين؟ الاي بي. ايه ده يا مستر، ده كل سايد في المثلث الاحمر بيساوي نص السايد اللي في المثلث الازرق اللي هو الكبير صح كده؟ فطبيعي لما اجيب البريمتر بتاع الصغير هيبقى ايه علاقته بالتاني؟ نص الايه؟ نص الكبير صح كده؟ ما هو ده منطقي. طيب تعالى معايا بقى، يبقى انا اقول له كده. اول حاجه هقول له او بلاش بقى، تعالى نحلها سنس وزير فور، انت كبرت. اقول له سنس الاي اف ايكوال هاف البي سي، وسنس ان الدي اي او الدي اف اسف ايكوال هاف الاي بي، وسنس ان الدي اي ده اللي ناقص ايكوال هاف الاي سي، يبقى therefore البريمتر اوف تريانجل اي بي سي ايكوال، لا سوري الاف الصغير الاول، سوري هو انا اندمجت او تعبت بصراحه والله. الاي اف دي ايكوال هاف البريمتر اوف تريانجل اي بي سي. طيب ده كلام عسل قوي والله، كلام عسل وشربات. طيب تعالى يا عم نشوف المساله دي بتقول ايه. يلا يا عم احنا نخف برضه، دي مساله كده ايه يعني، بحب بقى اهزر معاك شويه. بيقول لك الاي دي والسي دول ميديانز يا عم شكرا. وقال لك ايه بقى، عايز لينث اوف الاف بي، عايز ده بكام؟ طيب ما واحده واحده، ما هو السي اف ميديان صح؟ يعني ده لو اكس ماينس 3 يبقى ده برضه اكس ماينس ايه؟ 3. انا بس بجمع معاك واحده واحده. وبرضه عارفين الاي دي ده ميديان صح كده؟ يعني السايد ده ايكوال السايد ده معروفه، ما النقطه بتقسم السايد نصين صح؟ طيب انا لو جبت الاكس مشاكل اتحلت. تعالى يا باشا يلا بينا، يبقى الاكس بلس 3 ايكوال كام؟ 13. يبقى الاكس بلس 3 ايكوال كام؟ 13. يلا بينا البلس يروح ايه؟ ماينس. يا مستر دي مساله تافهه قوي، تطلع الاكس بكام؟ ب 10. اشكرك كده الاكس ب 10 صح؟ تعال نعوض هنا، مش السايد ده بيساوي اكس بلس 3؟ يبقى اكس ماينس 3 اسف يبقى اكس ماينس 3 عوض، يبقى 10 ماينس 3 تطلع كام؟ 7 سنتيمتر. طيب شكرا. تعالى يا باشا نكمل، احنا هنخف. بالمناسبه يا جماعه عايز اقول لك معلومه صغيره كده واحنا بنشرح. ايه هي؟ والله يا مستر انا لو عندي تريانجل بالمنظر ده كده قشطه، دي 90 ودي A ودي B ودي C ودي ب 30. وركز معايا، الانجل دي ب 30 ولازم اللي هقوله ده تتطبق على رايت انجل تريانجل، وعندي انجل ب 30. طيب بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك انا عندي الانجل اللي بصه السايد، قصدي السايد الاوبوزيت لانجل 30، ايه علاقته بالهايبوتنس؟ بيساوي هاف الهايبوتنس. تاني يبقى السايد اللي في وش انجل 30 اللي هو الاي بي ايكوال هاف الهايبوتنس اللي هو مين؟ الاي سي. في مشكله؟ يبقى تاني انا عندي رايت انجل تريانجل حلو الكلام، وعندي انجل 30، يبقى اللي في وش الانجل 30 ايكوال هاف مين؟
الهايبوتنس. اوكي، كلام جميل جدا والله، تحفه. انا كنت هجيب منديل امسح بيه البورد، اقسم بالله خلاص انا تقريبا ايه بدات اشوف كل حاجه لونين، ربنا يستر. طيب ما تخافش، يلا بينا كمل سعي، ربنا يكرم. يلا يا باشمهندس ما تريحش مني. ها، السؤال ده انا هحله برضو، ودي تالت فكره بروف نحلها مع بعض، وصدقني واحده من الثلاثه وارد جدا تجيلك. انت امتحان حضرتك عندك فيه 7 مسائل مقالي، وانت ما شاء الله المنهج بتاعك بحر افكار وبحر اسئله، فاهمني؟ فانت تبقى عامل حسابك احنا هنخلص المنهج، هنحل مع بعض ما يقرب ال 500 سؤال على المنهج، شويه تشوز على شويه مقالي. بص، اهم حاجه انت ما تزهقش مني، اتمنى يعني. طيب، واتمنى ما تكونش بتتفرج عليها وانت نايم، بالله عليك، عشان انا او انت بتاكل. انا في حد قال لي قبل كده يا مستر انا كنت عايز اتغدى وبتاع، قلت اشغل الفيديو بتاعك اتفرج عليه وانا باكل. ايه القرف ده؟ انت فاكرني ايه؟ فاكر نفسك بتتفرج على الدحيح؟ تعبيط يلا. يلا الحمد لله، يلا بينا. بص بقى، في سؤال عندي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي الاي بي سي ايكوال اي دي سي ايكوال 90، يعني دي ب 90 ودي بكام؟ ب 90. شكرا يا عم، افدتنا. قال لك الاي سي بي ب 30، يا عم شكرا. وقال لك الاي ميد بوينت الاي سي، يا عم ميرسي. قال لك اثبت لي ان الاي بي اهو ايكوال الدي اي. طيب، طلاب تانية اعدادي السنه اللي فاتت والله كنت بقول لهم حاجه حلوه قوي في السؤال ده. بقول لهم يا جماعه دلوقتي الراجل طالب مني اثبت سايد ملوش علاقه بالسايد اصلا في التاني، يعني ده في مثلث وده في مثلث تاني خالص. يبقى اكيد في حد، في طرف ثالث هيتدخل في الموضوع، صح؟ ما اصل بالمنطق انا عندي هنا الاي بي في مثلث اي بي سي، حلو الكلام، وعندي الدي اي في تريانجل اي دي سي. بالمنطق كده انا مش هعرف اجمع الاثنين مع بعض، يعني مش هعرف اثبت حاجه يعني ان السايد قد السايد ده الا لما حاجه ثالثه تتدخل بينهم. طيب، يعني مثلا انا بحكي لك مثلا مش موقف، لا انا بقول لك مثال. انا مثلا عندي 20 سنه، ده مثلا تمام، ده يا رب يا ريت والله. طيب انا دلوقتي عندي 20 سنه، حلو الكلام، و جه اللي هي واحد توأم مثلا، اخويا توأم مثلا عنده 20 سنه برضه، اكيد طبعا صح. طيب هو بيقول لك اثبت لي مثلا ان انا قد اخويا التوأم 20 سنه. ازاي؟ مثلا الاقي واحد معدي اقول له كابتن تعالى، بيقول لك انت عندك كام سنه؟ يقول لي 20 سنه. حلو، انا كده قده صح، يبقى اخويا برضو ايه؟ قده. يبقى انا كده دخلت طرف ثالث عشان اثبت ان انا واخويا قد بعض. فهمتوا الفكره؟ بس مش اكتر. طيب تعالى معايا بقى، انا كده هبص على ترينجل ادي اي بي سي اهو يا عم، هستقل بذاته لوحده. طيب مستر قال لي من شويه انا عندي انجل 30 ورايت انجل ترينجل، يبقى اللي في وش ال 30 هاف مين؟ الهايبوتنس. يبقى انا اقول له كده، يبقى سنس ان الاي بي ايكوال هاف الاي سي، سميها 1. حلو الكلام؟ طيب كلام جميل، ماشي شكرا. يلا بص على الترينجل الثاني، اقول له ان ترينجل اي سي دي اهو. بص كده، تعالى نرسمه على جنب عشان ايه؟ نستفيد في شرحه مع بعض كده. والله يا باشا الراجل ده قال لي الاي ميد بوينت، الاي ميد بوينت يبقى ده ميديان على طول، ما تفكرش، هو بيقول لك كده عشان انت تقول ان ده ميديان بالاخر. قال لك ميد بوينت يبقى انت عارف ان ده ايه؟ ميديان. خلاص طالما خارج من الفيرتكس الموضوع خلص، خصوصا لو رايت انجل اهو. طيب الدي ايه يا جماعه؟ ده ميديان وخارج من رايت انجل، يبقى هاف مين؟ هاف الهايبوتنس. يبقى انا اقول له كده ان تريانجل اي دي سي، يبقى سنس ان الاي دي سي، اسف الدي اي، اسف، is median، يبقى therefore الدي اي equal half مين؟ الاي سي، واسميها 2. هقول له الله يا مستر ده بيساوي نص الاي سي وده برضه بيساوي نص الاي سي، يعني مثلا الاي سي لو ب 10 يبقى ده ب 5 وده ب 10 يبقى ده برضه بكام؟ ب 5. قد بعض ولا مش قد بعض؟ قد بعض. اقول له from 1 و 2 to ال A B equal ال D E. اتمنى تكون مترجم معايا الدنيا. انا قلت لك اهو السؤال صعب بقول عليه صعب، ده صعب. ده واللي قبله اللي هو بتاع البي اتش والاي اف قد بعض، ده دول صعبين بصراحه، رخمين جدا. بس صدقني والله العظيم لو فكرت تفصل المساله، يعني ما يجي لك رسمه كده مقلبظه تفصلها،
مجرد ما تفصل كل رسمه لوحدها المساله اتحلت خلاص، انت بتطلع بيانات دي وبتطلع بيانات دي. طب يا مستر معلش انا عندي سؤال بسيط، اصل انا المدرس بتاعي في الفصل او ايا كان، يعني انا سمعت من زمايلي او انا عارف عندي معلومه، المدرس بتاعي قال لي ان المفروض ان انا اكتب البروف ايه سينس وزير فور سينس وزير فور، انت كاتب لي 3 4 خطوات بس، انت بتهزر يا مستر، انت دمك خفيف كده ولا ايه؟ لا يا عم انا اقول لك، ما هو انت المفروض حضرتك تكتب البيانات دي الاول، بعد كده ترص الكلام ده. فهمت قصدي؟ بس انا بدل ما اكتب الكلام مرتين باوفر عليك. وطبعا زي ما قلت لك بعد ما اخلص الجيومتري وابدا اراجع عليها واحل عليها، هقول لك ايه تنتوفه تنتوفه تعمل ايه بالخطوات بالسحتوت. انا بديك معلومه الاول، يعني انا بديك معلومه جديده عليك، فانا بحاول اخليك اسهل عليك على قد ما اقدر. تمام؟ لكن نتعلم بقى بروفيشنال كده اللي هو رسمي، تبقى انت لابس البدله وبتحل، ده لسه ليه قصه ثانيه. دلوقتي احنا لابسين كاجوال وبنهزر ونضحك مع بعض عشان تستفيد، واحسسك ان الدنيا خفيفه مش اكتر. وان شاء الله خير، يعني الدنيا خفيفه فعلا. طيب دي نفس الفكره اللي فاتت بالظبط يا باشمهندسين، مفيش اي حاجه. ودي برضو اختها، هتجيب بس ان دي انجل 30 وتشتغل نفس الشغل نفس الرغي. طيب يلا بينا اهو، تعالى نحل كده كام مساله كومبليت، ممكن ايه نختتم بمسالتين كمان وتبقى الدنيا حلوه قوي كده. طيب بص يا باشمهندس، يلا بينا. بيقول لك ايه كومبليت ايتش اوف ذا فولوينج، ده يجي لك سؤال تشوز عامه يعني. يلا الراجل ده عايز الاي سي بكام، ده بكام؟ طيب دي ب 30، حلو. طيب السايد اللي في وش الانجل 30 يا جماعه بيبقى هاف الايه؟ هاف الهايبوتنس. طيب ده ب 6 يبقى ده نصه بكام؟ ب 3. كلام عبيط. طيب الانجل دي ب 60 يا باشمهندسين، طيب ودي ب 90، اجيب انجل اكس ازاي؟ 180 ماينس ايه؟ السم تطلع بكام؟ ب 30، فدي ب 30. طيب يبقى السايد اللي قصادها المفروض هاف الهايبوتنس صح؟ يعني ده 5 الهايبوتنس الكبير، فيبقى الضعف، يبقى ايه؟ يبقى 10، ده 10. طيب تالت واحده ده باين عليها ميد بوينت، فطبيعي ده ميديان، ده 4، فده برضه 4 وده 4، وعايز الاي سي ده كله يبقى ب 8. كلام عبيط كله يا جماعه، والموضوع سلس وسهل وبسيط وصريح يعني. ان شاء الله اتمنى ان حضرتك تكون استفدت. انا حليت معاك افكار على قد ما اقدر والله صدقني. انا معاك للاخر مش هسيبك. اي حاجه واقفه معاك طبعا حضرتك ممكن تصورها لي تبعتها لي على الواتساب، انا سايبه لك في الديسكربشن كده كده. سامحني لو بحاول ان انا بتقل عليك في مسائل وبخف عليك مسائل، بس صدقني انا عايز مصلحتك كده كده، مش بقول لك السهل وخلاص ولا بجري وبهرب منك كده وخلاص. شكرا. تمام؟ ذاكر الفيديو كويس، ذاكر مسائل الفيديو، خدها سكرين شوت طبعا لو في حاجه مهمه عايز تعلقها في دماغك تذاكرها تاني او الكلام ده كله. تمام؟ اتمنى تكون استفدت، وان شاء الله ان شاء الله احنا نفضل مع بعض لحد الاخر. انا زي ما قلت لك اشرح لك باقي الفيديوهات كلها، وبعد كده هنزل لك مراجعات كتير جدا، وهحل الكتاب بتاعي وكتاب غيري وبص وكتب المعاصر وكل الكتب الخارجيه ان شاء الله هظبطها لك باذن الله، وتبقى الدنيا سهله وسلسه. اتمنى تكون مستفيد معايا، ودايما كده لازم تكون عارف وفاهم كويس جدا ان انا بحبك وبحب من يحبك. اتفقنا؟ اشوفك على خير. السلام عليكم.